تاسك مش بس بتوفّر لك content، تاسك بتهتم بحاجات كتير أوي وأهمها الinstructor. الinstructor اللي بيكون على الأقل خبرة كبيرة 15 أو 20 سَنة في المجال، فهو مش بيدّيك content، هو بيدّيك خبرة، بيدّيك خبرة عملية، أنت حتى بتستمتع بالlearning journey وأنت بتتعلمها معاه. أنا مصطفى القفاص senior procurement engineer في سايفن، أنا شغال في مجال الprocurement and supply، بدأت من سَنة بالضبط SIPS learning journey. أخدت SIPS دبلومة level 4. كان اختياري لtask إن هو المكان اللي يدّيني الlearning journey كلّها، سواء training course ويكون الcenter certified اللي يساعدني إن أنا أجتاز الامتحانات الدولية الخاصة بSIPS. أول حاجة SIPS Chartered Institute of Procurement and Supply هي the most recognized institute في مجال الprocurement and supply اللي بتحط standards في حاجات كتيرة في المجال ده. بعد دراسة وبعد بحث طويل قررت إن أنا آخُد SIPS دونًا عن أي شهادة تانية. أولًا عشان SIPS مش بتدّي content نظري، هو مش مجرّد كلام أنت هتسمعه وخلاص، لأ SIPS هتدّيك content بتطبيق عملي، بتخُش in details في كل الcore modules الخاص بالشغل، الsupply relationship management، الstrategic sourcing، الnegotiation بكل الnegotiation strategies اللي أنت محتاج تتعلمها، حتى الassets اللي عندك اللي أنت بتديرها وبتشتريها عن طريق الprocurement and supply. دورك في الشركة اللي أنت فيها هي بتعلمك إزاي تدير الassets دي، ولكن كان في تخوّف كبير طبعًا. SIPS مش سهلة، والحصول على شهادة SIPS مش سهل، كتير أوي بيبدأوها ولكن قليل أوي اللي بيكمّلوا، نتيجة إن الامتحانات ما بتبقاش direct زي مثلًا شهادات تانية، نتيجة إن الدراسة طويلة مش مجرد content بسيط بتحفظه وتخش امتحان، لأ SIPS بتدوّر أكتر أنت فاهم الحاجة اللي أنت بتدرسها دي والّا لأ. الامتحان بيبقى عملي شوية، بيدّيك case study وأنت بتفكّر بتجاوب، فطبعًا كان اختيار task هنا مهم عشان task مش بس بتوفّر لك content، task بتهتم بحاجات كتير أوي وأهمها الinstructor. الinstructor اللي بيكون على الأقل خبرة كبيرة 15 أو 20 سَنة في المجال، فهو مش بيدّيك content، هو بيدّيك خبرة، بيدّيك خبرة عملية، أنت حتى بتستمتع بالlearning journey وأنت بتتعلمها معاه. تاني حاجة وهي دي برضه اللي بيهتموا بيها جدًا، إن هم بيدّوك question bank، بيعملوك mock exams محاكاة للامتحان بنفس طريقة الامتحان الرئيسية أو الأساسية، فده بيخلّيك جاهز إنك تخش الامتحان وإنك تجتاز امتحانات ال8 امتحانات الخاصة بSIPS level 4. مش سهلة ولكن task بتساعد جدًا في إنك تعدّيها. الcontent دسم جدًا، فيه حاجات كتير أوي، ولو هاrecommend طبعًا certified center فهيكون task. journey بقت مختلفة جدًا معاهم، حتى الزملا اللي هيحضروا معاك بالdiscussion والinteractive sessions هتلاقي نفسك بتتعلم حاجات كتير جدًا وبتكتسب خبرات كمان مش الcontent بس بتاع SIPS، خبرات سواء من الinstructor أو من الزملا اللي هيحضروا معاك، فبتكون مفيدة جدًا وبتكون تجربة يعني أكتر من رائعة.